فيديو النهاردة هو أول فيديو بيتكلم عن أنا دلوقتي عندي مشكلة بالنسبة للشغل. طبعا أنا سبت شغلي لأن أنا لقيت نفسي بشتغل لمدة شهر، بتعب فيه، بديهم وقتي، بديهم مجهود، بديهم خبرة، بديهم حاجات كتير، بس للأسف ما بلاقيش حقي أو ما بلاقيش قيمتي في الحاجة اللي أنا بعملها. فالنهاردة أنا عايز أكلمكم على حاجة بتحصل معانا كتير، وهي حتة ان احنا ساعات بنضحي بقيمتنا، ساعات بنسيب قيمتنا كده الكل يتحكم فيها. مجرد ما نسمع اصل الظروف بتقولك اعمل كده، اصل الدنيا ماشية كده، اصل ما كله بيعمل كده. انا ما بحبش سياسة القطيع دي اللي هو كله بيعمل كده فاعمل زيه، حتى لو غلط، حتى لو حرام، حتى لو ما يصحش. لا، انا ما بحبش القاعدة دي. فانا طبيعتي الحمد لله يا رب ما بحبش اتعب ببلاش، لان انا مش هعيش الا مره واحده في الدنيا دي. فالنهارده ده اول فيديو في السلسله اللي انا جاي اكلمكم عليها، واكلمكم عن اللي جاي ان شاء الله. وان شاء الله اللي جاي احسن، لان احنا بنحسن الظن بالله عز وجل. وان شاء الله ربنا يكبر بخاطري، وان شاء الله الاقي المكان اللي ان شاء الله عبد الله يرتاح فيه ويلاقي مكانته ويلاقي قيمته. بس النهارده انا جاي اكلمكم على كذا حاجه كده لابد من ان احنا ناخد بالنا منها. انا النهارده مش جاي اقول لك اتنك على اي شغل بيجيلك، ولا انا بتنك على اي شغل يجيلي. كل اللي بتكلم فيه ان انا عايز حاجة، انا عبد الله النهارده بشتغل فبلاقي مقابلها تقدير ومقابلها مادي اللي انا رايح لهم اصلا. فلو مفيش حتى تقدير يبقى حتى في مقابل مادي، حق المجهود وحق الوقت وحق الخبرة اللي انا بديها للمكان ده. بس دايما عايز اقول لكم لأي شركة بتسمعني او اي حد شغال في شركة او هو راجل ذو منصب في المكان، دايما خلي بالك انت لو بتديني مثلا يعني 5000 جنيه، فال5000 جنيه اللي انت بتديهم لي انا بديك مقابل ليهم، والمقابل ده بيبقى مجهودي ووقتي وخبرتي. لكن لو انت كراجل اداري وصاحب شركة او راجل مشرف او راجل مسؤول عن تيم، عايز اقول لك اجمل حاجة تقدر تشتريها من اي بني ادم شغال معاك في التيم او في المكان ده هو ولاؤه ووفائه وحسن المعاملة معاك في الشغل. ازاي اشتريهم منه؟ انا خلاص خدت الوقت وخدت المجهود وخدت الخبرة بالفلوس، ازاي بقى اخد الوفاء والولاء للمكان؟ بحسن معاملتك. اقول لكم على قصة بسيطة كده. كان زمان كده تلاحظوا يعني مثلا في الفرن، المعلم بتاع الفرن اللي قاعد بره كده بيشرب الشيشه وقاعد ماسك الشومه بتاعته او العصايه بتاعته ساند عليها كده وقاعد بيشرب. فتيجي انت مثلا ميعاد شغلك من الساعه 8 لحد الساعه مثلا 4 العصر، انا اقوم داخل عليه صباح الخير يا معلم لسه داخل، انا يوميتي في الفرن دي خلي بالكم مثلا 200 جنيه. دخلت الساعه 8 غيرت هدومي بشتغل بقى بعمل عيش ومش عارف ايه والشغل اللي هو بتاع الصنعه ده. المهم جيت على الساعه 10 ما كملت الساعتين، جيت على الساعه 10 رحت طالع للمعلم، يا معلم انا ماشي. ماشي ليه يا عبد الله؟ والله اصلا انا الجماعه عندي بتولد ومحتاج ان انا اروح دلوقتي ليها. المعلم بقى بص، الحته دي تركايه مهمه جدا. المعلم بيديني ال 200 جنيه بتاعت اليوم اللي انا ما اشتغلتش فيها الا ساعتين، ما كملتش لسه شغل، اداني 200 جنيه حق اليوم اللي انا ما اشتغلتوش، وبيديني كمان 300 جنيه عليهم، بيقول لي مبروك مجالك. شوف، عايز اقول لك لو جه تاني يوم حد بيلمس المعلم او بيجي على الشغل في الفرنه دي انا اكله بسناني. ليه؟ المعلم بحركته اللي اداك حق اليوميه ال 200 جنيه و300 جنيه عشان النون اللي جالك النهارده، المعلم ده عمل حاجه حلوه. هو بيقول لك ان انا بخاف عليك وبخاف على بيتك وعلى عيالك وبخاف على اهل بيتك. فانت النهارده ايه ده؟ انت بتخاف عليهم؟ ده انت احسن مني، فانا اخلي بالي منك واخلي بالي من شغلك. هي دي التركايه. هو دلوقتي بيخليك تحافظ على المكان بالولاء والوفاء بسبب حسن معاملة المعلم للراجل اللي شغال معاه. نفس النظام في اي شركة، لو انت بتحافظ على الموظف اللي معاك بحسن المعاملة وبالطريقة الكويسة وبتقدره، انت هتلاقي منه عايز اقول لك قنبلة قوة، قنبلة احسان، قنبلة شغل، قنبلة وفاء، قنبلة حاجات انت لا تتخيلها، وهتلاقيه صاحب انتاجية كمان عندك. ليه؟ لان انت وريت له ان انت بتحبه وخايف عليه، فهو كمان هيظهر لك انا بحبك وخايف عليك. فالنهارده انا بدور على المكان ده، النهارده انا بدور على المكان ده، لان خلي بالك المفتاح ده مش مع اي حد. لان دلوقتي ما نضحكش على بعض، اكترية الناس دلوقتي بيدور اطحن الراجل اللي شغال معايا وياخد فلوس قليله.
فالنهارده لو انت بتقبل بحاجه زي كده والله العظيم انت خسران، ووقت بيضيع منك وانت كنت المفروض تبقى في مكان احسن. النهارده انا قررت قبل ما اروح اي مكان لازم هقعد مع صاحب الشغل، انت ليك ايه وانا ليا ايه. وقبل اي حاجه لازم اكون شايف، ودي طبعا بتيجي مع الخبره الكتيره، والنهارده ده جاي اقول لكم عليه. طبعا انا النهارده هقعد معاه لازم ابقى عارف حقوقي وحقوقه. انا النهارده لازم اقول له انت محتاج مني ايه. هيقول لي انا محتاج منك في الشغل كذا، انضباط، توقيت العمل، الشغل، الالتزام، الحاجات اللي هم بيحبوها دي هديهم لك، وهديهم لك كمان عليهم عينيا. انت هتديني ايه؟ وده من حقي ان انا اقوله له زي ما هو طلب بحقوقه، انا كمان من حقي ان اطلب بحقوقي، وطبعا بالادب وبالذوق. حضرتك هتديني ايه؟ المقابل ايه؟ طب حضرتك لو انا اتاخرت في مقابل للتاخير ده اللي هي الساعات الاضافيه؟ طب حضرتك طب لو انا مثلا جبتني انت مثلا يوم اجازه عشان اشتغل، هل في مقابل؟ هل شوف هل اللي انت هتشتغله ده مع الشخص اللي قدامك المقابل بتاعه يساوي، يعني 1 زائد 1 بيساوي 2. لو 1 زائد 1 بيساوي 1 يبقى بلاش منه، لكن 1 زائد 1 بيساوي 2 انا موافق. فالنهارده اللي انا عايز اقول لك عليه، ما تهلكش نفسك وتتعب نفسك، لان انت هتلاقي نفسك بتروح شغل وتسيبه زي اللي بيحصل معايا. تروح شغل وتسيبه، تروح شغل وتسيبه. ليه؟ لان انت ما حطيتش المشروطه، لان انت ما اتفقتش صح. انت مجرد ما سمعت مثلا هنديك 10000 جنيه، هنديك 20000 جنيه، فتقوم انت جاري. انت سمعت الرقم، هو الرقم حلو بس انت ما تعرفش هتعمل ايه. على فكره حصلت مع ناس كتير. وممكن تلاقي نفسك واحد بيقول لك ايه هديك 7000 جنيه، هديك مش عارف ايه. هو الموضوع كله مش بالرقم، هو الموضوع كله. عايز اقول لك على حته مهمه جدا وهتفرق والله العظيم، ودي حصلت معايا كتير الحمد لله يا رب. دايما لما يبقى في طلب شغل لحد عايز ناس تشتغل، روح واقعد معاه، اعرف السوق كمان عايز ايه، اعرف ايه اللي ماشي. لان انت ممكن مره مع مره مع مره تيجي تقعد مع واحد تلاقي هو ده المناسب، لان انت شايف السوق حواليك بيتكلموا مثلا، انت مثلا بتدور على حاجه 10000، انا مثلا عبد الله بدور مثلا على 10000 جنيه، الناس عماله تقول 7 7 ونص 7 7 ونص 7 7 ونص، ولقيت واحد بيقول لي 9 ونفس طريقه الشغل بتاعت 7 7 ونص، وواحد بيقول لي 9 واسلوبه كويس وراجل مواعيد شغله هتبقى كويسه وفي عربيه توديني وتجيبني في مميزات عنده. بس خلي بالك انا كنت عايز 10 بس انا لقيت ابو 9. مش مهم طالما السوق دلوقتي بيتكلم في 7 و7 ونص كمثلا يعني. فالنهارده لقيت واحد بيتكلم نفس امكانيات 7 ونص بيقول لي هتاخد 9، وبالعكس انسان كويس وصاحب شغل كويس وشغل كويس وشغل هيريحني وقريب من بيتي، في مميزات كده لقيتها. مش لازم اخد ال10 بالظبط، انا مش هتنك على الشغل طالما حاجه مناسبه والسوق نفسه بيتكلم في كده. فانا بمشي دنيتي، بروح عند الراجل ده وبديله شغل ابو 10000 مش ابو 9 كمان. يعني هو هيديني 9000 جنيه، انا هديله ابو 10. ليه؟ انا بقى اللي هبين له انا قيمتي عندك ايه. فانا النهارده عايزك لما تروح في اي مكان، والله العظيم انا ماشي بايتين، الايتين دول فرقوا جدا في حياتي. اول ايه، وان ليس للانسان الا ما سعى. طول ما انت بتسعى يا صاحبي، طول ما انت بتسعى والله ربنا هيكرمك. ليه؟ الحياه مش بالتمني. مش كل واحد انا نفسي في مليون جنيه بتمنى مليون جنيه. قمت اشتغلت، طورت من نفسك، قمت اجتهدت، جيت على نفسك، تعبت شويه، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. الايه التانيه ودي اجملهم، ودي بالفعل، والفعل اللي هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا النهارده بشتغل عند الراجل اللي بيديني 9000 جنيه، بشتغل عند الراجل اللي بيديني 9000 جنيه، انا النهارده بديله شغل ب 10000 جنيه كعبد الله بقى. لا انا هديك بقى شغل اكتر، عشان قدام لما يجي الراجل ده يشوفني ويشوف شغلي، طبعا هو ربنا قبل اي حاجه شايفني، ثم الراجل ده. فخلي بالك لما ربنا عز وجل يلاقيني بتقي صاحب الشغل ده، هيخلي صاحب الشغل ياخد باله مني. عبد الله ده يستاهل، عبد الله لا ده مش 9، ده ياخد 10 كمان. انا مش هطلبها منه، بس ربنا عز وجل هيخليه يشوفني ان انا استاهل اكتر من كده، وقيمه عبد الله ده تستاهل اكتر من كده. بس لقيت الراجل ده مش بيقدر وانت برضك بتعمل اللي عليك، ربنا هيفتح لك باب تاني. انت طبعا بتدور على الافضل، ودي حاجه مش عيب ومش حاجه وحشه. انا النهارده شغال في ابو 9، عمال بدور هنا وبدور هنا وبدور هنا وبدور هنا، يمكن الاقي 10 الاقي ابو 11. فاللي انا عايز اقوله لكم النهارده في السلسله دي، ده اول فيديو بوريكم انا النهارده قاعد في البيت مش شغال. النهارده 9/5 انا قاعد في البيت مش شغال. فان شاء الله هوريكم كل خطوه انا بعملها، وازاي ان انا بقدر اوصل للقيمه بتاعتي،
ازاي انا بقدر الاقي مكانتي، مش مجرد ما اسمع اي رقم اجري عليه وخلاص، او ممكن هو مبلغ كبير او مبلغ قليل. لا لا، اعرف انت قيمتك ايه وفين المكان المناسب. النهارده عايزك تركز معايا. لو عايز تتابع السلسله اللي جايه بتمنى منك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك، واخر حاجه واهم حاجه تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا اخوكم عبد الله بكر، وبتمنى دايما تتابعوني وتسمعوا دايما الافضل، وكل همي ان احنا نكون مع بعض في الخير. سلام الله عليكم.